تشيكن بيتزا من الأكلات الإيطالية الطيبة كتير، عن جد وصفة خرافية وطيبة بمكوناتها كتير سهلة. تعالوا لنعملها وندوقها، أنا ما جربتها راح نجربها مع بعض. مكوناتها كتير سهلة وبسيطة أخواتي. صدرين دجاج، عندي حبتين فلفل رومي أخضر أحمر، اللون اللي بدكم إياه اختيارية، ما موجود أحمر أخضر يعني. بصلتين وسط مقشرون ومجهزهم، وعندي كمان زيتون مقطع، وطبعا كريمة الطبخ. وبهارات اخواتي عبارة عن الفلفل الاسود والزنجبيل الناعم المطحون، واهم مكون بالبهارات اللي هو الزعتر البري او الاوريجانو، تمام، بالاضافة للملح. خلونا نبلش اول شيء بتقطيع الخضرة ونجهزها. شغلة سريعة وطيبة بنفس الوقت. ضيف اجاكم على غفلة، جوعانين بدكم تتعشوا، يعني ما عندكم شيء، هاي بتتفرز ايمت ما بدكم فيكم تسووها، يعني تطلعوها من الفريزر وهي بتصير على شكل ساندويش، يعني ما أنا صعبه. بقطع الفليفله هيك على الطول بالطول بهذا الشكل. ولا بقطع البصل زلف، باخذها بالنص هيك. قطعنا الخضرة، هلا بدنا نقطع شو؟ صدر الدجاج اللي هو الشيش او السفاين تبع الدجاج. تقطيع هيك، قطع كبيرة مو صغيرة. هاي باخذها هيك بالطول، كمان هيك بقطعها. لازم قطعتها تكون كبيرة. القطعة بدها تكون بهذا الشكل اخواتي، شايفين شلون؟ يعني شقف. ربع كاسة زيت اخواتي حطيتهم هون بهذا المقلة، وبخلي الزيت لحتى يحمى شوي، وبنزل بشو؟ بالبصل اول شيء. بس هيك نخلطه عن بعضه وندبله. كرمل ما بدنا نكرمله نحن. بعد ما دبل البصل بنزل بشو؟ بصدورة الدجاج اللي مقطعة، اللي هي السفاين او قطع الشيش. هلا بدنا نملح، بدنا نحط 3 معالق ملح صغار او حسب الرغبة. فلفل اسود معلقة صغيرة. طبعا البابريكا المدخنة كمان معلقة صغيرة. نوسنا النار، نحركهم شوي. هلا اخواتي بنقطع الطنجرة وبنتركها تقريبا مدة ربع ساعة او لحتى يستوي الدجاج، وانتم فيكم تفحصوا. ما بدي نشفها على اخر، بدي خليها رطبة جوسي يعني. هيك اصولها. بدي انزل هلا بالفليفلة على الوجه، بفردها هيك على الوجه. مثل ما حكينا فلفل رومي اخضر واحمر، ما متوفر عندكم الاحمر عاد الاخضر، خلي هدول للتزيين بعدين. هلا برش لها معلقه زنجبيل مطحون، معلقه صغيره. ما بحركها، برجع بغطيها لتتبل الفليفله، يعني قدر 5 دقائق ما اكثر. تقريبا بعد 5 دقائق نحركها هيك تحريكه سريعه. بنضيف عليها كريمة الطبخ، علبة صغيرة أنا عندي هيك كريمة الطبخ، قدر 200 مل اللي عندي. أساسية كريمة الطبخ، بحركها شوي هيك. وأكثر مكون أساسي حكينا فيها هاي الوصفة اللي هي الأوريجانو. قد ما فيكم كتروا أوريجانو، أنا راح أحط معلقة 2 وهي 3. بحركها شوي. وبرجع بغطيها اخواتي وخليها تتسبك كمان حوالي 3 دقائق. وهاي الوصفه اخواتي ما بتنعمل بعجين، بتنعمل بالصمون مثل ما بنسميه عندنا بسوريا او باقي البلدان العربيه، اسمه الكعك، الكعك بسمسم. هاي هي اساس الوصفه، تمام. انا جايب عندي هون 6 حبات، هاي الصينيه اللي عندي بتساع 3. كعكه اخواتي لازم تنفتح من فوق بهذا الشكل هيك.
هيك بنفتحها بنريحها هون، نجي لعند اختها نفس الشيء. ضروري يكون تازة، بايت بكسر معاكم ما بيزبط بيفرط. بفتحها هيك. هاي الثانية جاهزة. مكونات تشيكن بيتزا الأساسية صارت جاهزة. شوفوا هذا منظر النهاية، هيك بده يصير. تمام. بنطفي عليها، بنجيب شوية زيتون مقطع بعد ما طفيناه، ورش عليها زيتون مقطع هيك بكفي، وبنحركهم. قلنا تشيكن بيتزا، كلمة بيتزا شو يعني؟ موزاريلا. أول شغلة بجيب شوية موزاريلا هيك، جبنة الموزاريلا بحطها من تحت، وزعها هيك. تمام. خلينا نجهز الكل هيك بهذا الشكل نفس الطريقة. وهلا بجيب معلقة كبيرة مشان اغرف منها هاي المكونات. شايفين اخواتي لازم يكون فيها هذا الصوص، هذا شيء ضروري. بشيل منها هيك. هيك بكفي. كمان موزاريلا. هيك يا سلام. هلا عاد تزيين اختياري، شوية زيتون، شوية فلفل اخضر رومي على حبة فلفل احمر رومي. وهذا الشكل اللي قبل النهاية للتشيكن بيتزا. بدنا ندخلها على فرن. انا محمل فرن قبل بوقت على درجة حرارة 180 مدة 5 دقائق. بس شيء انه يعني نقرمش الخبز شوي من برا ونسيح الجبنة من جوا. خلصوا ان شاء الله وبرجع لكم. هاي 5 دقائق بقلب الفرن مثل ما حكينا، محمى مسبقا على درجة حرارة 180 على الرف الوسط. خلينا نطالعها ونشوف شو اللي صار. يا بيي تفرجوا على هالمنظر بيقطع القلب. انا مجهز صينية تانية يعني دوبها تكفينا للغدا. راح ادخلها اخواتي بين ما تهدى شوي وتبرد. هاي يا سلام. شايفين اخواتي؟ يا سلام يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله سحر، تحفة. يعني اخواتي اللي فايت على قناتي شاف وصفات البيتزا اللي عملتها انا، هاي من اطيب واسهل وصفات البيتزا بصراحة. الاوريجانو شيء اساسي، ما في اوريجانو او الزعتر البرة ما استفدنا شيء، ما بناخذ النكهة التشيكن بيتزا الاصلية. هيك اساسا. شكرا ابو جوليا ملك الاكل الايطالي. جربوا التشيكن بيتزا اخواتي وروح تدعوا لي. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.